سلام الله عليكم. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات، مرحبا بكم معايا المشتركات الجدد، نقولكم ألف مرحبا. اليوم راح ندير معكم في مطبخي الاقتصادي البسيط كيكة بذوق الكراميل بمقادير جد جد بسيطة ولا أروع، بنة رائعة سهلة بريزونطابل بالبزاف. ديروها لضيوفكم ما شاء الله، صدقوني بنتها ولا أروع وسريعة، يعني تنفع يعني في مناسباتكم ولا أروع. هاد الكيكة راح نديروها ببيضتين فقط وبمقادير بسيطة. عندنا 2 حبات بيض كما العادة، نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كاس تحليب. قلت لكم مقاديرها جد بسيطة. وعندنا مغرف تاع خل، دو بريفيرونس خل البيض، واللي ما عندهاش معليش مغرف تاع لافاني. انا هنا ما كانش عندي الخل الابيض. وعندنا قرصة الملح، دايما ما ننسوهاش، تحسن الذوق. نميكسوهم كما العاده. هنا نقدر نقول لكم بلي هاد لاغوسيت تقدروا ديروها حتى بالفوي. انا والفت هاد يعني ندير براميكسر ولا يعني باش نبسط عليا ما نخلطش بزاف. تقدروا تستعملوها من بالفوي نورمال، حاجه بحاجه. تميكسوهم مده 5 دقائق، تحطوهم تكوتي. وهنا راح نغربلو النواشف بسيطه. عندنا كاس يكون معمر مليح، ماشي بومبي مي معمر مليح، كاس ونص تاع فرينه، 2 ساشي تاع خميره. نغربلوهم بهذه الطريقه. نتمنى تجربوا هذه الكيكه، صدقوني ما راكوش راح تندموا عليها. يعني من اللي يكونوا كيما انا من عشاق الكراميل، نحب بزاف ذوق كراميل. نديروا الخليط على هذيك الفرينه ونخلطوه. هذا هو القوام تاعها. يعني هاد المقادير المقادير جوست كما يقولوا، ما تزيدوا ما تنقصوا فيها، تخرج لكم الكيكه نفسها. هنا خديت المول تاعي، كنت درت له من تحت بابي كويسون، ورق طهي، قطعته على حساب المول ودرته من تحت. المول تاعي 20 سنتيم هنا اللي استعملته. تقدروا نتوما دائما تستعملوا اقل ولا اكثر، مي ماشي حاجه. تهبطوا بدرجه ولا زوج، ولا تطلعوا بدرجه ولا زوج اللي عندكم. هنا درتو يطيب على 180 درجه وخليتوه غير بعقلو حتى كي يطيب. نعرفوا كيفاش يطيب، ندخلو فيه كوردون ولا كي يخرج ناشف معناتها راهي طايبه الكيكه تاعي، ونحطها دكوتي. هنا راح ندير لا كراميل كنت درت في كسرونه على نار ماشي قليله وماشي قويه. درت كاس تاع سكر بهذه الطريقه، كاس تاع سكر حطيته في الكسرونه. غير نشوفها بدات تطلع هذيك لا كولور، نخلط فيها حتى ندوبها. راح ما تهبوهاش، يعني تقولوا بلي السكر انا ما تحجر لي لا سكر كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه تخلطوها حتى ندوبوها كامل على نار ماشي قليله بزاف وماشي متوسطه. نديروا لها هنا مغرف تاع زبده ونخلطوها. كي تشوفوها الكراميل تاعكم بدات تمد، يعني شويه تخرج شغل هذيك الرغوه تاعها، شغل هذيك الدوغي، بداو خلطوا فيها خلطوها حتى تحصلوا على اللون اللي راكو حابينه. هنا كنت خديت نص كاس تاع حليب، درت فيه مغرف تاع مايزينا، وراح نزيدو للخليط ديالي. كي تذوب الزبده ونخلطها مليح نزيدو. هنا كتشوفوا يبان لكم السكر بلي تحجر، ما تخافوهاش، كامل بقاو تخلطوا حتى تتحصلوا على الصوص تاعكم اللي راكو يعني اللي راح نوصلوا ليها. الصوص هادي تجي بزاف بنينه، تقدروا حتى تخدموها وديروها في الفريجيدار كي تحبوا تستعملوها. في الاخير كي دابت لي هنايا درت قرصه تاع ملح ودرت شويه تاع لافاني. هاد الصوص يعني صدقوني رائعه وممتون يعني ناجحه كيما شفتوني درتها. كنت سرحت الفيديو شويه باش ما يجيكمش طويل. نحكموا هذيك الصوص، انا كنت نحيت الكاس هذا تاعي صغير، قيس نص منها، ما نحوش كونتيتي كبيره. لا كونتيتي الكبيره نخلوها في الكسرونه كيما راكم تشوفوا. هاد لا كونتيتي اللي قعدت
نديروا لها كاس تاع حليب مع مغرف تاع فرينه. يعني بكل بساطه دائما نقول لكم ما تهابوش، خلطوهم وديروهم عليها وحطوهم فوق النار. نار تكون قليله وبقاو تخلطوا 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 حتى تتحصلوا على صوص اخرى. هذيك الصوص عندها خدمه تكون ثقيله، وهذه هي اللي راح نديروا بها الطبقه الثانيه. هنا الكيك تاعنا كي تشوفوا راه طايب. تعاودوا تنحوا له البابي تاعو، تعاودوا تردوه للمول ديالو. ناخذوا هاد واش عندكم نتوما اي عفسه تقدروا ديروا بها ثقوب، ديروهم حتى لتحت. درت انا ثقوب الكامل الكيكه تاعي وحكمت هذيك شوفوا الصوص شحال جات شابه هذيك الصوص، وعمرت بها كامل هذوك الثقوب. كي نقسموا الكيكه راح تكون الصوص تاع الكراميل دخلت حتى لتحت. يعني هاد الكيكه ولا اروع، نتمنى تجربوها. نسيت ما قلت لكمش، سمحوا لي. هنا انا ما شربتهاش، بصح اللي يحبها مشربه يديرها مشربه، يدير كاس تاع حليب ويشربها. هنا الصوص تاعي كوشتوا القوام تاعها فوق النار، ديروها على نار قليله حتى تقلكم. ما تهابوهاش، يعني ما راهيش راح تتقل معاكم بزاف. درت هكا طبقه ثانيه بهذه الطريقه. هنا راح ندخلها للثلاجه المده متقلش على 4 سوايع. نخلوها في الثلاجه مده 4 سوايع تبرد مليح. وراح نديروا الطبقه الاخيره اللي هي كاس تاع ماء وباكي تاع فلان تاع كراميل. هنا هاد الطبقه اللي ما حبيتوش ديروها تقدروا تستغنوا عنها وديروا ديتري برك بالصوص اللي كنت خليتها، جاتني بزياده تاع الكراميل. انا هنا ديموليتها، نحيت لها هذاك السرسو. تحكموا مو صغير بالعقل، تنحوا لي كوتي، تنحوا السرسو تاعكم. وهنايا هذه هي الكيكه تاعنا. كنت درت لها شويه تاع كاوكاو ايفيلي، تحبوا تزينوها بالطريقه اللي تحبوها. قطعتها شتو، يعني جات سهله بالبزاف والذوق ولا اروع، وراح تبدل لكم يعني منظر جميل بالبزاف وبريزونطابل. نتمنى تجربوها ونتمنى تجربوا وصفاتي بسيطه جدا، ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. كما راكم تشوفوا الثقوب يعني في الحبه تاع كما قطعتها الثقوب كما دخلت الكراميل. هاد الثقوب تاع الكراميل كما درناهم يعني تجي بزاف هشيشه رائعه. نتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، ونقول لكم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.